دخل عمر بيته، أسلم الآن، وجاء إلى بيته قال جمعهم حريمه وعياله، اجلسوا اسمعوا مني إني أنا عمر بن الخطاب بن النفيل، اشهدوا بأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فآمنوا بالله وبرسوله وبما أنزل عليه. فقاموا خايفين ما يدري شو يقولون، فقام عبد الله بن عمر ولده قال يا أبي يحسبه بيسلم، قال نعم، قال أنا أسلمت من سنة أنا مسلم لي سنة وخافي. قال تعال أو ترضى أن يدخل أبيك جهنم؟ كيف ساكت مخيلة من يدخل جهنم؟ يقول أنا خفت، يقول والله لأوجعنك ضربا. جاء بعض الروايات أنه ضرب، وقيل أنه هدده بالضرب. يقولون حتى أن عبد الله بن عمر يقول لما مات عمر بن الخطاب قال كثير ما كنت ألقى أبي عمر فيراني وأراه، فكلما رأى نغزني، قال حسبنا الله، كنت أتريد أن تدخلني جهنم، يعني لو أنك تاركني، ولا جاءني الإسلام